أسباب النجاة من الفتن وحكم أسباب تغيير البالي وفتنك الاعتصام بالكتاب والسنة إلا مقصود كتاب إلهي يسنى النبي عليه الصلاة والسلام يهلو علي وحيا رسول الله كتاب إلهي يسنى النبي يهلو علي ورسول الله إلى سكر الله إلى سكما فإلو علي كتاب إلهي يسنى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي سبحانه وتعالى كتاب سواء كليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا سبحانه وتعالى وأوليائه يا أيها الذين آمنوا وإلهي رسولك سيشرعي سونيو وبسم الإيمان يا سبحانه وتعالى كل واقعي وإلهي رسولك سيشرعي سونيو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي يلا رسولك من يلا وأولي الأمر منكم يوحد يشاء الله المسلمين فأيام إلهي سبحانه وتعالى وعلهم أن يولي الأمر والعلماء والأمراء علماء يأمر الله المسلمين فأيام إلهي سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء على رسول أفضل شيء من كتاب إلهي يسنى النبي عليه الصلاة والسلام آية الحديث على رسول أفضل إلى سبحانه وتعالى وأولي فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وعدو اللسان كتاب إلهي يسنى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الحديث وصوصا إمام البيهقي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه الخطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام وحو قبله حجي سيود به اسمه في حجي خاصة النبي عليه الصلاة والسلام وحجي الذي حجي لا يزيد أي النبي عليه الصلاة والسلام قبله فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني تركت فيكم شيئين أو إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أوليائي وعند أهليك كتري شيئا يا قرصتان جبت بين النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله وسنتي كتاب إلهي يسنى النبي عليه الصلاة والسلام يسنى أيام أهليك كتري أقل قرصتان جبت القول من ويسام النبي عليه الصلاة والسلام وحيانا فتر في قلب البالية أي فتر في قلب البالية وحتمي الاعتصام بالكتاب والسنة إن قمص الكتاب إلهي يسنى النبي عليه